السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم اللي غنقدم لكم هي وصفه ميني شاورما بلي نوغات ديال الدجاج وبالخضر والفرomاج. كتجي رائعه وشكلها رائع وبنينه، تنفعكم الفطور ديالكم في رمضان ان شاء الله، تنوعوا بها المائده ديالكم ديال الافطار. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتبعوا معايا المراحل. نبدا على بركه الله في تقديم المقادير. غادي نحتاجوا الورقه ديال الطاكوس تكون يعني العجينه جيده. غادي نحتاجوا واحد السيركل هذا دائري باش نقطعوها، وغادي نحتاجوا لي نوغات ديال الدجاج. انا هنا استعملت غير الجاهز، شي مره غنشاركهم معكم ان شاء الله جاهزين، يعني غادي نقليهم. وغادي نحتاجوا الفرomاج احمر محكوك، غادي نحتاجوا المايونيز، وغادي نحتاجوا هنا الخضر اللي غادي غنحتاجوا واحد البصله كبيره غادي نقطعوها بالطول، فلفله خضراء مقطعه بالطول وفلفله حمراء مقطعه بالطول. درت ليهم قليل من الزيت، غنرش عليهم مليحه وغادي نديرهم يتشحروا. هنا غادي نديروا قليل من الملح، غنزيد واحد شويه، وغادي نديروا لي بزار حتى هو باش تجي بنينه صافي. وغادي نحاولوا نخلطوهم، ناخذ واحد الملعقه صافي، نبداو نخلطوهم هكا حتى تدبل لينا هاد الخضر وتشحر لينا جيدا. وفي واحد وغادي ناخذوا واحد المقلاه اخرى غادي نديروا فيها الزيت، غادي نخليو داك الزيت حتى تسخن جيدا، وغادي نقليو فيها هاد لي نوغات هادو صافي. وغادي نقليو هادوك لي نوغات غادي نقصوا النار حيت في اللغه غادي نديروا الزيت حتى تسخن جيدا، وغادي نقصوا العافيه على نار مهيله، وغادي نقليوهم على هذا الشكل هكا. صافي حتى غنقليوهم كاملين على هذا الشكل هكا. الوقت اللي كيكون كيتقلاو لينا هذوك لي نوغات كنحاولوا ناخذوا هاد الورقه ديال الطاكوس وغنجيبوا هاد السيركل هكا، غادي نحاولوا نقطعوا دوائر بهذا الشكل هكا. راه دغيا كتقطع لينا صافي، ملي كنديروا غير هكا كنتبعوا هكا كنحصلوا على هاد الدوائر هكا. غادي ناخذوا نفس القياس، المهم اللي استعملناها غادي نحطوها هنا صافي بهذا الشكل هكا حتى كنساليو هذوك الوريقات كاملين. صافي انا قلبتهم، طابوا من الجهه الاولى وقلبتهم على الجهه الاخرى ديالهم باش يكملوا الطياب. وهنا هاد البصله وهاد غادي نخليوها حتى تنزل مزيان وتشحر لينا مع ديك المليحه والابزار، عاد نستعملوها. صافي من بعد ما قطعنا هادوك وريقات ديال الطاكوس قطعناهم دوائر نحطوهم جانبا. بعد ما حمرنا هادوك لي نوغات طيبناهم في الزيت نخليهم حتى هما غادي نوضعوهم جانبا حتى هادي تشحرات لينا ودبلات. دابا غادي ناخذوا
هاد لي نوغات هادو غادي نقطعوهم من بعد ما تحمروا لينا، غادي نشدوهم ونقطعوهم هكا. دابا غادي ناخذوا وريقه من هادو، وحده من هادو، وغادي نديروا شويه ديال المايونيز بهذا الشكل هكا، وغادي نحاولوا ندهنوا واحد شويه هكا. غادي نحطوا شويه من هاد الفلفله هكا على هذا الشكل هكا، وغادي نوضعوا حبات ديال لي نوغات بهذا الشكل هكا، وغادي نديروا هكا المايونيز، خطوط ديال المايونيز. وغادي نوريكم الطريقه. كنجيبوا هذا المول هذا وكنقلبوه، هذا المول ديال المادلين، وتنقلبوه على الظهر ديالو بهذا الشكل هكا. نوريكم كيفاش كيجيو. وكنشدوا هاد لي ميني شاورما بهذا الشكل هكا، وغادي نوضعوهم هنا ما بين هاد الجوانب، وغادي نوضعوا الفرomاج بهذا الشكل هكا. غادي ناخذ واحد الورقه واحده اخرى، وغادي ندير لها هكا المايونيز. غادي نحاول نوزعو هكا بالملعقه باش يتلبس لينا كامل. وغادي ناخذ شويه من هاد الفلفله، كنحاولوا نناسقوا ما بين الالوان هكا. وتنجيب حبات ديال لي نوغات تنستفوهم هكا، وكنديروا خطوط ديال المايونيز بهذا الشكل هكا، وكنجيبوا هاد اللاطه على هذا الشكل، وكنحاولوا نهزوها هكا، وكنوضعوها على هذا الشكل هكا باش تجمع لينا هكا بشكل طولي، وكتضغطوا عليها هكا باش تقاد. وكتجيبوا الفرماج وكديروه هنايا على هذا الشكل هكا. كيجيو رائعين. كتدخلوهم للفران غير كيشدوا راسهم، دوك الورقه كتحمر شويه، كيذوب الفرماج صافي، وكنخرجوهم. اللي ما عندوش هاد المول هذا ممكن تجيبوا واحد الصينيه او بلاطو. انا غادي نوريكم الطريقه. وكتهزوها وكتجيبوها وتحطوا في اللاطه على هذا الشكل هكا. كتحطوها في لاطه وتسدوا بالكاس، وكديروا بعدا الفرماج. انا ندور لكم باش تبان لكم. وكتوضعوا الفرماج هكا. اللي ما عندوش هذوك ليمون، انا نوريكم طريقه كيفاش كيجيو حتى بهكا، كيسهلوا علينا. عاود كنديروا وحده اخرى، كنستعملوا وحده اخرى. هزوا، كتعاودوا عاود تحيدوا تدفعوا هذا الكاس بيديكم وتحطوا وحده اخرى وتسدوا. عاودوا ديروا الفرماج. المهم انا وريتكم جوج ديال الطرق كيفاش تستعملوا هاد ميني شاورما. وكتدخلوها للفرن. كتحاولوا الكاس يكون عندكم شي كاس ديال اللي كيتحمل الحراره، اولا كاس ديال الحديد. المهم هنا غير على ما تسالي وتوصلوا لهنايا صافي، يعني غتحيدوا الكاس صافي. انا وريتكم غير الطريقه كيفاش
صافي هذا هو الشكل ديالهم كيفاش تيجيو. انا غادي نكمل الكل نوريكم الشكل النهائي بعد ما دخلتهم للفرن وكيفاش كيتحمروا والطريقه ديال التقديم ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما عمرتهم كاملين كيفاش كيجيو. هنا هاد الاخرى كاليتها بهادي باش ما تحليش، راه ما كتحلش ولكن كاليها باش تبقى شاده لا فورم ديالها. كيجيو بهذا الشكل هكا، كيجيو رائعين. دابا غادي ندخلهم للفرن غيتحمروا شويه ويذوب داك الفرماج صافي ونخرجهم. راه كلشي طايب، غير تحمر شويه ديك الوريقه ويذوب هذاك الفرماج من الفوق عليهم صافي ونقدمهم. الشكل ديالهم من بعد ما طابوا كيفاش كيجيو زوينين. دابا غادي نقدمهم في طبق التقديم. نحلو حدا شي